بكل هدوء النهارده هدوء فريسكا فينجرز من سموزي بارادايز، وده اجدد اختراع ليهم. هنفتح ونشوف دلوقتي عامل ازاي. كوبايه صوص، انا طلبتها شوكليت بس انا حاسس ان هي عينه شوكليت. دي الفريسكا فينجرز زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي، يعني هي ملهاش علاقه بالقرمشه، بس ممكن عشان خاطر اتحطت في العلبه كتير فبقيت طريه، لكن حجمهم كويس. يلا بينا ندوق. نكتفي بهذه الكمية من السكر في العلبة. بصوا عامة انا رأيي فيها ان هي كويسة لو انتوا مثلا 2-3 اصحاب مثلا هتجيبوها تخمسوا فيها بس تاكلوها على طول، يعني اول تطلبوها تاكلوها بحيث ان هي ما تطرش معاكم من السخونة، بحيث ان انتوا تلحقوا القرمشة اللي فيها. لكن هي طعمها عامل ايه بالنسبة لي؟ هي كتجربة جديدة كويسة، بس انا ارجح الفريسكا العادية احلى بكتير جدا جدا جدا، وبتبقى مقرمشة اكتر والطعم فيها اقوى بكتير جدا. حتى الصوص شوكليت ما حسيتهوش قوي، يعني حسيت ان هو عبارة عن سكر بشوية زيوت وكده، ما حبيتهوش. العلبه دي كانت عامله 50 جنيه بس كده. لو انت كنت جربتها اكتب لي في الكومنتات تجربتك معاها كانت عامله ازاي. ما تنساش تعمل سبسكرايب وفولو لايك وكل حاجه عشان خاطر يوصلك كل جديد، وليلتك زي العسل زيك. شاو.